يلا بينا. انا عايزك تساعدني نعمل فايل كامل بكل الفرق اللي بتغني اندر جراوند في اسكندريه. يلا بينا. هل انت بتحب فنون الاندر جراوند بشكل اكتر جراءة؟ هل انت بتحب الفن اللي بيعبر عن حريتك؟ يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. الإجابة على الأسئلة دي متروكة لي كده، انت تقدر تجاوبني عليها بشكل حر في الكومنتات. بس ده سؤال انا محتاج اجاوبك عليه، هل الميكروفون يستحق فرصة دلوقتي؟ تعالى حبيبي. انت فين؟ انضف لك ودانك وبعد كده روح زي ما انت عايز. صراحة فيلم ميكروفون من امتع الافلام اللي ممكن تشوفها، فيلم من 2010 ويعتبر فيلم سابق عصره بشكل كبير جدا، والفيلم يعتبر رحلة بسيطة للإسكندرية الله بشكل محدش هيقولك عليه. الفيلم بيطرح معاناة فرق الأندر جراوند الفنون الغير دارجة زي الجرافيتي، ويوريك ازاي دولت بيعانوا عشان يشوفوا النور. يا جماعة كفاية مشاعر بقى بجد، أنا هعيط مش قادرة. أقدر أقولك إن في كل يوم 100 فريق إلا ما كانش أكتر، كل يوم بيقرر إن هو يشتغل إن هو مش قادر ياخد فرصة. والله العظيم انا ما توقعت الرقم ده. غير الفيلم كان باين كمان إن أنت تتعرف على الفرق تعتبر هي نجوم الوقت الحالي، زي مسار إجباري، يعني ده هاني الدقاق قبل ما يكون مدقدق في الشغل، وده شاهين قبل ايام الكحرطه وقبل ما يقتس اوكي، وهاني عادل ومسكره وغيرهم. كنت انا وابراهيم وبيومي وبلبل وباهر ومحسن، دول خمسه. ما محسن جه متاخر. الفيلم غنائي في المقام الاول، ولكنه توثيق لتجربه الشارع والاندر جراوند بشكل كبير. بصة في الجفن شفت دمعة، اشوطه بالسيف تحط لمعة، احسب الفرق الناس متابعة ولا انت في العلم سقط جامعة. فيلم من نوعية الافلام اللي كل ما بتقدم بتحلو، وعامل زي الحدوتة والفسحة الحلوة اللي كل ما الدنيا تكتم عليك تضغط عليك تحب تروح ليها كده وتفتكرها وتشوفها وتشوف ذكرياتك فيها. والفيلم كمان يعتبر حاجة جديدة، حاجة غير الفيديوهات السريعة والتيك توك. حلو قول يا حلو قول يا حلو قول. فيلم كده يفكرك بالفن اللي هو الفن الحقيقي الصراحة، اللي هو ما كانش محتاج سوشيال ميديا عشان يتنشر. انصحك ان انت تتفرج عليه، اسلوب الاخراج والممثلين كلهم كانوا كويسين، والعبرة زي ما بنقول في الفكرة اللي بتتقدم، وكمان الكتابة كانت حلوة بشكل كبير. يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. في النهاية ده كان رأي مختلف في الفيلم، وجا دورك انت تقول لي رأيك، واتبعنا عشان تعرف اكتر عننا، وافتكر دايما ان كلنا مختلفين.